التزاما ببيان مرجعنا الأعلى الإمام السيد السيستاني وتوجيهات سماحة متولي الشرعي للعتبة الحسينية، سوف تنطلق أكبر قافلة متوجهة إلى سوريا لتبلغ أكثر حمولتها أكثر من 1000 طن، وعدد كبير من المواكب الحسينية للتوجه إلى الجمهورية العربية السورية وإسعاف الشعب السوري. هذا العمل حقيقة كما كان هناك توجيهات لسماحة الإمام في إصابة الوباء وكذلك يسبق ذلك في فتوى المباركة، اليوم أيضا توجيه المرجعية هو التوجه إلى سوريا الحبيبة، وكذلك هناك أيضا قافلة ثانية، هذه القافلة الأولى اللي تبلغ أكثر من 400 سيارة وبحدود 60 شاحنة إضافة للعجلات الصغيرة، وإن شاء الله نلبي كل تقريبا احتياجات الشعب السوري. وما أكد عليه سماحة المتولي الشرعي، نعم ليس هي المرة الأولى، توجيهات مرجعياتنا مستمرة. قامت هيئة الصحة والتعليم الطبي بإعداد وفد طبي يرافق حملة المرجعية إلى سوريا، بلد سوريا الحبيبة. في بالنا نقدم محاور لخدمة وإغاثة أهلنا المنكوبين جراء هذا الزلزال. محاور تتضمن وجود سلة غذائية، خصوصا ما يتضمن غذاء الأطفال، الحليب وبعض المستلزمات الأساسية. أيضا هناك فريق متخصص من غرفة عمليات هيئة الصحة والتعليم الطبي، غرفة الطوارئ، عبارة عن مسعفين متخصصين للكوارث وكل الأجهزة المنقذة للحياة مع أدوية منقذة للحياة. وضعت خطة لتطبيقها هناك. أيضا هناك محور سيتم تطبيقه حين وصولنا بسلامة إن شاء الله، بتنسيق مع وزارة الصحة السورية، وأيضا تنسيق عالي مع وزارة الصحة لوضع جسر جوي لإسعاف وعمل العمليات للمتضررين من جراء الزلزال كالكسور المتعددة ويعني إصابات ما بعد هذه الحوادث.